السلام عليكم متتبعين قناتنا. ينتظر عديد كبير من المتقاعدين نتائج تقاعد نسبي، حيث أنه حق مكفول لكل موظف أو عامل من الجزائريين في أن يقدم بطلب تقاعد نسبي حال شعور بالاحتياج إلى الراحة وعدم قوة في استمرار على قوة الوظيفة. وبعد إعلان صندوق التقاعد الجزائري أنه تم قبول عدد كبير من الطلبات المقدمة للتقاعد لأعمار تتراوح ما بين 55 و60 عاما، وقد ارتفعوا معدل البحث بشكل كبير عن النتائج تقاعد نسبي في الجزائر 2024، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول كيف استعلام عن النتائج من أجل الحصول على مكافآت التقاعد النسبي. وتقدم الجزائر خدمات معاش الآن مبكر كوسي الإعانات رب الأسرة من خلال الحصول على معاشات شهرية من الدولة من أجل توفير متطلبات الأسرة والأساسية من السكن والملابس والطعام والرعاية والصحة، مما يساعد في تحسين الظروف المعيشية. وتوفير الوزير العام الصندوق الإلكتروني من أجل استعمال المواطنين المتوفرين فيها شروط استحقاق التقاعد النسبي عن النتائج. أولا، السن المتقدم لا يقل عن 45 بالنسبة للسيدات و50 عام بالنسبة للرجال. ثانيا، ثوب الأهلية وتوفير جميع المستندات الرسمية لمتقدم الطلب. ثالثا، أن يقدم المستندات ذات على عدم تقاضي أي دخول الرواتب من أي جهة الحكومية أو الرعانات من أجل الحصول على التقاعد النسبي. رابعا، يحقق دون الاحتياجات خاصة والأرامل والمطلقات التقديم في التقاعد النسبي. خامسا، أن يكون المتقدم قد استمر في توظيف لمدة لا تقل عن 15 عام، وأن يكون قد سدد جميع المستحقات التالية للاجتماع لمدة 20 عام.